كيفية التعمير الصحيح بالكلاود. كلاود نجمة، هذا يجي به نتوءات في قاعدة الكلاود. هذه النتوءات لازم مطخ نهائيا في المعسل. اختيارك للفنجان لازم يكون عميق على مود المعسل يقعد به براحته، وبنفس الوقت لمسة خفيفة من عندك تنزل المعسل مثل ما موضح هنا قدامنا. تقعد الكلاود مالتك بهذه الطريقة بحيث انه ما يطخ المعسل نهائيا، ما راح يطخ عندنا في قاعدة الكلاود. اما كلاود ريتشمان اجى بدون نتوءات، هذا الشيء اللي ميزه كلش قويه بالتعمير. راح تجي تقعد الكلاود مالتك بكل سهوله، راح تشوف انه ماكو فتحات تسريب الهواء تخلي فحماتك وتقلع. اذا فنجان عميق تكون تعميرتك بهذه الطريقه مواصله للحد. في نفس الوقت اذا تريد تعمر بالفنجان 5 ثقوب لازم يكون عميق، وعندك فناجين اجنبيه جايه اوريدي هي موجود بيها حافه الكلاود، بحيث يقعد الكلاود بهذه الطريقه بدون تنفيس هوائي، تخلي فحماتك تنتظر 3 دقائق راح تطلع عندك بصوره صحيحه.